اخباركم ايه؟ معانا النهارده مشكله جديده. بتقول انا متجوزه من 6 سنين وعندي بنتين. حياتي كانت مستقره وسعيده مع جوزي لحد المشكله دي. ما شفتش منه غير كل خير وانا بحبه والمفروض اللي كان بيحبني. المشكله بقى بدأت لما جالي فرصه شغل كويسه جدا، فرصه اي حد في مجالي يتمناها، وجوزي مع الاسف رفض تام. اتكلمت كتير ومفيش فايده. رفضت يعني اسباب مش مقنعة، واللي انا مش هخلي بالي من البيت والبنات والكلام ده يعني. وهو غيران عليا. قلت له انا هقدر اوفق بين البيت والشغل وبيتي وبناتي، ولو حد اتجاوز حدوده انا عارفه اوقف كل واحد عند حد. وقال لي مستحيل، اللي متفرغه لبيتها مش زي اللي بتشتغل، وانا مش هستحمل اصلا ان حد يتجاوز وانت توقفيه والكلام ده. وانا مش هبقى بوصل مرات الشغل علشان واحد يحاول معاه، وانه منجحش تاني يوم اوصلها ليه ويحاول تاني، ويمكن ربنا يوفق. انت هتصدي شكلك انا هيبقى عامل ازاي وفي راجل بيحاول يشقطك؟ اعتبري نفسك راجل ازاي اذا وافقتي تديله مساحة ان يحاول معاكي. الموضوع اتطور وسبت البيت، وحاول مرة واحدة يرجعني وبعد كده مسألش. اخر حاجة ابويا كلمه، جاله البيت وكان شخص تاني غير اللي اعرفه. ابويا بيحاول يقنعه مفيش فايدة. ابويا قال له خلاص نخرج بالمعروف. قال له اللي انت شايفه وما تمسكش بيا خالص. وابويا بيكلمه، انت كده هتخسر كتير ولا فارق معاك؟ طب عيالك كده هتتحرم منهم، واخرك هتشوفهم 3 ساعات في الاسبوع. بالمحكمة وبقى اتحول وعلى صوته. مش انا اللي اشوف عيالي بالمحكمة، المحكمة دي لعيال التوتو، وانا اشوف عيالي غصب عن اي حد. ولو حد هيروح المحكمة عشان العيال يبقى بنتك، وساعتها مش هتنفعها بحاجة. وانا لو ربنا كاتب لي دخول السجن مش هيبقى في قضية أسرة خالص، هتبقى قضية أكبر بكتير. وبقى خلوا المحكمة والقانون ينفعكم. النمرة غلط مش أنا خالص. ده أنا أمحيك أنت وبنتك من على وش الأرض، وخلوا القانون ينفعكم. وسابنا ومشى. أبويا بيكلم والده اللي المفروض راجل كبير وعاقل. رد قاله لأبويا أنا مرضاش ابني يروح في داهية علشان يشوف عياله. أنا خلاص مش عايز من الدنيا حاجة، إنما هو لو شاب فأنا هروح مكانه، ولو فكرت تمنع ابني من عياله أنا هتصرف معاك. والموضوع قلب بلطجة وشفنا وش تاني خالص مشوفتش على مدار 6 سنين. حقيقة أنا بقيت مرعوبة. أنا عارفة إنه مجنون ومستوعباه، وممكن ما يخلينيش أشوف بناتي تاني. في نفس الوقت أنا مش عاوزة أخسر والكلام ده، فإني أروح الشغل ولا أطلق. بصي، هو الراجل كويس معاكي مش مقصر معاكي في حاجة. طب انت ممكن يعني انت سبتي، اعتبر ان انت رفضت الفرصة دي، خلاص رفضتيها. طب ممكن بعد كده ربنا يرزقك بحاجة احسن، يكون هو هدى وفكر وشايف اللي انت باقية عليه. لا انا ما يهمنيش الشغل وما يهمنيش الحاجات دي، انا المهم بيتي وعيالي. فبعد كده لا هيعرف اللي انت إيه، يعني عاوزاه وعاوزة بيتك والشغل ده مش مهم. ممكن بعد كده بقى يقول لا، هي فكرت في انا وفي بيتي وفي عيالي، فلو جالها فرصة تانية يوافق. احسن كبرت الموضوع قوي اللي هو يوصل لطلاق وبيت يتخرب ومحكمة. وحتى باباكي يعني المفروض كان راجل كبير كان يتكلم معاه بأحسن من كده. يعني اللي نشوف نصيبك، هو الراجل شاف اللي انت بعتيه اصلا لما انت سبت البيت عشان شغل او مشكلة شغل. ما هي دي برضو حاجة كبيرة يعني. لا انا هسيب الشغل ده وهسيب الفرصة دي مع ان هي فرصة كويسة ليا، بس علشانك وعشان بيتك وعشاني. فخلاص هيحس بتقدير، انت قدرتي، فخلاص مش مشكلة.
بس اللي انتوا تعملوا الحوار ده علشان وظيفة، لا انت اللي غلطان. وكمان مفروض اهلك كانوا يتكلموا معاكي يعقلوك اكتر من كده، مش يقفوا في الغلط. اللي انت عملته ده غلط، ما كانش ينفع اصلا. فلا، حاولي تلمي دنيتك وتلمي بيتك وتتكلمي مع جوزك، وتكلميه وتقوله تعالى، وتقعدوا تتكلموا وتقوله خلاص. يعني الدنيا وسعت منك قوي، يعني انت اللي غلطانه اللي انت عملتي كده. فلا، حاولي تفكري في احسن من كده، علشان على الاقل بناتك ما يتبهدلوش. لان هو راجل كان كويس، انت اللي طلعت اسوأ ما فيه. يعني لما لقى اللي انت بعتيه، طلعت اسوأ ما فيه. فلا، وده غلطك انت. لان الشغل والله بيروح وبيجي، وهيجي فرصة واتنين وتلاتة وعشرة. ويمكن مع الوقت يعني لو اتكلمت معاه او كده وهو مقتدر، ممكن يفتح لك مشروع لو انت عاوزة تشتغلي. بس لا، انت اللي غلطان. المفروض باباك ما كانش يعمل كده، كان يتكلم معاه بعقل اكتر من كده، ويعرفوا اللي انت لا، انت باقية عليهم، على بيتك وجوزك. بس لا، كل التصرفات ده غلط. يلا باي.